بالنسبه لدخول حضرتك قسم هندسه تكرير بترول، عايزين في البدايه بس ممكن حضرتك تقول لنا، طبعا الكليه بتتكون من 5 اقسام، فممكن نبذه سريعه عن ال5 اقسام، ممكن اللي ما يعرفش عن الكليه او لسه في اعدادي بترول عايز يعرف عن ال5 اقسام. تمام. الكلية عندنا زي ما انت قلت هي 5 أقسام. فأول قسم دايما بيقول قسم هندسة بترول، وبعدين القسم التاني هندسة تكرير البترول والبتروكيماويات، القسم التالت هندسة الفلزات، القسم الرابع هندسة التعدين، والخامس هندسة الجيولوجية. كل قسم وليه تخصص بتاعه. طبعا في تقاطع ما بين الأقسام، بس مثلا قسم بترول هيشتغل على بريمة البترول، انتاج البترول، الحفر، وان هي تطلع البترول نفسه اللي احنا هنستخدمه بعدين. بعد كده قسم هندسة تكرير البترول والبتروكيمياء، ان انت طلعت البترول، طيب انا عاوز اعالج البترول ده، عاوز احوله لمنتجات مفيدة، عاوز احوله لمنتجات بتروكيمياء، اللي انت اصلا البتروكيمياء دي بتقابلها في حياتك كلها، يعني سواء في العربية، في الكراسي اللي احنا قاعدين فيها، في كل حاجة، في المكتب، في كل حاجة في حياتنا هي منتجات بتروكيمياء. تالت قسم هو هندسة الفلزات، اللي هو بتعمل انسبكشنز مثلا، تفتيش هندسي، تتأكد ان المعدات دي سليمة، تعمل تشتغلوا في الحديد والصلب. برضو يعني ايه ده الفريم العام لقسم فلزات. قسم تعدين بيبقى هعمل المناجم، يعني بيشتغل في المناجم، يطلع المعادن المهمة، ممكن الذهب، الفوسفات، whatever بقى، معادن كتير ليها علاقة انت بتجيبها من خلال المناجم اللي في الأرض. تمام. والجيولوجيا دراسة الصخور، يعني في العموم، يعني ده طيب حاجة شاملة كده لأقسام الكلية. لما انت بتبقى داخل في اعدادي ما بتبقاش عارف قوي اقسام الكليه. بس بالنسبه لي اعدادي كانت تجربه، يعني انا ما كنتش عارفه اي حاجه عن اقسام الكليه. انا داخلها زي ما قلت لك ان الكليه جنب بيتنا، يعني انا ما اعرفش اي قسم ولا قسم ايه ولا اي حاجه. بس الله، ده هما بيقولوا قسم بترول ده اعلى قسم. الله، طب حلو، انا هدخل قسم بترول. ماشي. بعد كده بما اني شاطره بقى وبتاع ومجتهده وكده، فبعدين تكتشف ان قسم بترول ده ما كانوا بيتقولوا ان هو ما فيش بنات تدخله. قسم هندسه بترول لا ما فيش بنات. طب الحل ايه؟ ان احنا نعمل الموضوع ده نتحل. لا خلاص، ان ما فيش بنات. طب تقدموا طلب، لا على ايه؟ طب ما فيش شغل. فخلاص خلينا في قسم تكرير. فانا في اعدادي طلعت ال 13 على الدفعه، يعني كان ليا قسم بترول عادي جدا ان انا ادخله، بس بما ان هو مش مسموح للبنات فدخلت قسم تكرير. لما دخلت قسم تكرير خلاص انا يعني عادي بذاكر زي ثانويه عامه، فلقيت نفسي طالعه الاولى او الثانيه، مش فاكره، تقريبا الثانيه. ايه ده الله، ده انا ممكن، ده انا شاطره يعني انا ممكن ابقى معيده. فتقريبا بقى انا خليت طموح بابايا ان هو ايه، طب انا عاوزك طب ما عايزك تبقي معيده في الكليه، يعني الاول انا عايزه هندسه بترول، وبعدين انا عايزك تبقى معيده في الكليه. طب خلاص، طب ما ابقى معيده في الكليه، طب ما اذاكر واجيب وابقى اطلع الاولى الثانيه وكده وقد حدث. يعني ممكن الرؤيه وضحت بعد دخول القسم، يعني ما كانتش تكون الرؤيه واضحه من قبل الكليه اصلا؟ انا الرؤيه واضحه ان انا ابقى ايه طريق، مش ما كنتش بحدد طريقي هو انا ماشيه وخلاص، يعني انا مش عشان بس ما يبقاش الموضوع مش يعني دلوقتي بحاول احدد وابقى عارفه الخطوه الجايه بتاعتي ايه وكده. لكن وانا في السن ده لا، هو كان اكتر حاجه، كان هدفي كان اكتر مايل لتحقيق حلم بابايا. تمام. يعني انا بابا عاوزني مثلا اخلص الماجستير بسرعه، خلاص هخلص الماجستير بسرعه. عاوزني احضر الدكتوراه، طب ما خلاص احضر الدكتوراه. فاهم قصدي؟ ما كانش تمام، الدنيا ماشيه والامور تمام. يعني هو دايما بقول ان هو نقطه التحول ان هو السفر بره والرجوع، بس برضو غالبا هي نقطه التحول ان بعد ما بابايا توفى، الله يرحمه، اللي هو الله يرحمه يعني، فاللي هو ايه، هو انا هعمل ايه بعد كده؟ يعني انا كنت بعيشه في حياتي بحقق الحاجات اللي هو نفسه يشوفها فيا، وبعدين